يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. كان زمان لما نيجي نطلب منه، وطبعا عارفين بنتكلم على مين، كنا بنقوله لو سمحت وحضرتك ممكن وانت جاي تجيب لي كذا وكذا. وطبعا بستأذنه لان معرفش ظروفه ايه، ولا اعرف معاه ايه، ولا جاي هيجيب لي ايه. كنت بستأذنه، ما كانش امر مني وكان احترام. دلوقتي الدنيا كلها اتغيرت. دلوقتي بقينا نأمره وملناش دعوة بالظروف. بس على فكرة هو ما عندوش مانع ان هو يجيب كل حاجة، بس الطريقة هي اللي بتختلف. يعني بلاش اقوله حتى لو سمحت ومن فضلك لو احنا مش متعودين عليها، بس على الاقل اقوله ممكن تجيب لي مش عارف ايه وانت جاي. يمكن الكلمة الطيبة تجيب نتيجة. هو صحيح ممكن يجيب لي اللي انا عاوزاه من غير كمان مطلوبه، لان هو عارف طبيعي وعارف اسلوبي معاه، وعارف ان انا مش بضغط عليه. وعلى فكرة كل حاجة اتغيرت فعلا. وليه غيرنا الدنيا كده؟ كانوا أهلينا كمان زمان بيتكلموا بطريقة أحسن من كده. لا أنا عارفة أتكلم جوزي دلوقتي، ولا العيال عارفة أتكلم أبوهم، ولا أنا عارفة أكلم العيال، والدنيا كلها بقت خلطة بيطة. حتى أنا كمان بقول الألفاظ اللي مش مسموح إن هي تتقال. طب نقول إيه في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ ما بقيناش نحترم ولا نتكلم ولا نقول أي كلمة طيبة. طب ما إحنا نقول كل اللي إحنا عايزينه طريقة أحلى علشان نطلع من تحت إيدينا العيال كلها تكون أحسن من بعض. وعلى فكرة هو كمان لازم يتغير، لأن أكيد بأسلوبه فيه شوية شدة. الشدة دي علشان يصلح البيت ولا علشان يضغط علينا؟ إحنا بنصلح البيت بالكلمة الطيبة مش بالشدة. وعايزين كلنا نبقى أحسن من بعض، هو وأنا والعيال وكل اللي حوالينا. كل حاجة فعلا ابتدت تتغير للأسوأ ولا للأحسن، على حسب حياتنا احنا اللي بنخليها أحسن أو لا قدر الله. عمرنا ما نخليها وحشة، ولا عمرنا هنوصل للمرحلة دي أبدا. وعلى فكرة غيرنا كل حاجة كمان في حياتنا، حتى اللقمة ابتدينا نغيرها. ما بيناش حتى نعملها في البيت زي الأول، بينا ننزل ونشتريها ونجربها في عيالنا، وعيالنا بقوا يتبسطوا بيها، ومش عايزين حاجة كمان من ايدينا. وليه وصلنا للمرحلة دي؟ ما تيجي نرجع لزمان، يمكن الدنيا يكون احسن. وعلى فكرة انا كمان غيرت شكل الهمبرجر، بدل ما احطه في سندوتشات عملته بالطريقة دي. اهو الدنيا كلها اتغيرت، بس طبعا ياريت تكون للأحسن. ودايما خليكوا خايفين على بعض وحنينين على بعض، وخليكوا للأحسن والأحسن. هو صحيح غيرت شكله، بس أنا شايفة الساندوتش كان أحسن. ويا رب يجعل أيامكم كلها هنا وسعادة.